السلام عليكم اخواتي وحبايبي. بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب التونسي بثنائيه عن جداره واستحقاق في مباراه انتصر فيها الكره الهجوميه على الكره العقيمه الدفاعيه، شفنا الاعلام التونسي اللي بيحاول يخرج ان المباراه انهزم فيها المنتخب التونسي بسبب التحكيم، وان الحكم كان متحايل وكان متحيز للمغرب والحكم ظلم تونس وكل الكلام ده. يعني الاعلام التونسي يعني لم يرى ان المنتخب المغربي كان الافضل وكان الاحسن وكان الاقوى. يعني الاعلام التونسي لم يرى ان المنتخب المغربي عنده نواقص وعلى راسهم ابراهيم دياز وزلزول وليف اقرد وكل الناس دي، وبيتكلم على الحكم. يعني الاعلام التونسي لم يرى ان الاعمار السنيه بالنسبه لتونس عدت ال40 سنه، والمنتخب المغربي عنده لعيبه شباب لسه صغيره يقدروا يلعبوا 3 ماتشات ورا بعض. يعني ممكن بعد المباراه ما تنتهي يبداوا مباراه من اول وجديد ويلعبوا ما شاء الله ما فيش اي مشكله. يعني انت ما شفتش لاول مره وليد الرجراجي بيلعب ب3 مهاجمين لما لقى المنتخب التونسي واقف قدام الجون وعمال يدافع طول المباراه. يعني الاعلام التونسي لم يرى فرجاني ساسي اللي خرج واتكلم وقال لك احنا بنعمل وهنخلي وهنكسب المغرب، وفضل يقول كلام اكبر منه، وزياد الجزيري اللي اتكلم كلام غريب جدا على المغرب. الاعلام التونسي لم يرى ان ده كلها كانت اسباب ان المنتخب المغربي يكسب، حاجات علامات استفهام. وطول ما الواحد بيكذب على نفسه عمره ما هيتقدم. الفكره كلها في ان طريقه اللعب وطريقه القايمه وكل شيء. يعني الاعلام التونسي قبل المباراه كان بيهاجم تونس وبيهاجم المنتخب وبيهاجم المدرب وبيهاجم على الاختيارات وبيهاجم على اللعيبه المنتهيه، وبعد الهزيمه عايز يقول ان السبب في الهزيمه الحكم. هل الحكم ممكن هو اللي سجل هدف اشرف حكيمي، او هو اللي خلى الكره تروح 4-2 في الدقيقه 92 الهدف اللي سجله الكعبي ضرب تونس في غفله دفاعيه؟ 4 لعيبه من المنتخب المغربي على 2 لعيبه من تونس، ويجي الاعلام التونسي يتكلم على ان الهزيمه كانت بسبب الحكم. دي نقطة غريبة جدا وحاجة تضايقك، لأن كده أنت يعني بتضحك على اللعيبة وبتضحك على الجمهور وبتعمل فتنة. هي مفيش فتنة، المباراة في الأول وفي الآخر هي كانت مباراة كرة قدم ما فيهاش أي مشكلة. لكن الموضوع بالأرقام، الأرقام بتقول لك إن المنتخب المغربي في حتة تانية خالص. أنت عارف امبارح إلياس بن صغير ده أنا كنت مراهن عليه. يعني إلياس بن صغير ده لو فاق امبارح، لو فاق بس شوية امبارح، يعني كان يعمل حاجات اللي عجب امبارح. كمان الدفاع المستميت بالنسبه للمنتخب التونسي، دفاع ب6 لعيبه. انت بتدافع بفاليري والعبد وعلاء غرام ومنتصر الطلبي والعيدوني وفرجاني وانيس بن سليمان واقف في النص وحمد بعلي واقف في النص والعاشور واقف في النص. ده كابتن سامي الطرابلسي ضامم لاعب اسمه فراس شواط، ده ما بيلعب، ده مش شواط، ده ما فيش كوره، ده مش عارف، ده ما عندوش اساسيات في كره القدم، ده ناسا كره القدم اللاعب ده. يعني احنا بنتكلم في ان المفروض الاعلام التونسي يقول له انك عندك لعيبه محترفين لم تضم اللعيبه، لا تعتمد على اللعيبه الشباب. ساب كل الكلام ده وقعد مسك في الحكم. وهي دي مشكله اخواتنا هناك في تونس، انه ممكن في ثانيه الا ثانيه يقلب على الحكم، ثم بكره تلاقيه لا السبب المدرب، ثم لا نفس المباراه يقول لك لا شخص تاني يقول لك سبب يعني المدرب، ثم اعلام، ثم حكم، ثم الارضيه، ثم التنقل، ثم يا جماعه عيب بصراحه. مليون مبروك للمغرب وارض لك لتونس. اخواتي وحبايبي، سلام.